مشاهدينا الكرام نحييكم مباشرة من المركب الرياضي محمد الخامس لمتابعة واحدة من النقاط المهمة برسم الجولة 11. الرياضي ضيف فريق اتحاد طنجة. الجولة 10 لم يتذوق طعم الانتصار. الجمهور الكبير الذي يؤكد كالعادة دعم مشروط للرجاء الرياضي في كل المواعيد. هي المفاتيح النجاح، مفاتيح التألق لمنذر كبير، الطريق نحو الامجاد، نحو استعادة نغمة الانتصارات، تراجع نتائج الفريق الاخضر. هكذا اجمل الصور التي قلت تليق بقمة العالم. رغم ذلك المجهودات تتواصل من اجل ارجاع الفريق لسكتك. مرباح جايا الثاني وعبد الحل. مباراة المهمة، قمة المتناقضات بين الرجاء الرياضي وضيف اتحاد طنجة. صورة أخرى، الصور الكبيرة والجميلة السابقة لفريق الرجاء الرياضي على مستوى الجهة اليسرى. تمشي من وسط الميدان، عبد مذكور، التمريرة استلام من هذه التحضير، فرصة رجاء انطلاقة من يسري بوسوق. في الخطورة في الخطورة في الخطورة، ضاعت ولا الفرص. الرجاء من جانب حمزة خب الذي يبحث عن الهدف الذي طال انتظاره بالنسبة لعشاق الرجاء الرياضي من حمزة خبة. نتابع إعادة هذه اللقطة، تبويب جميل من عبد مذكور لمحمد سريدة. عبد مذكور، كرة بينية انطلاقة من يسري بوسوق، ارتباك على مستوى المنظومة الدفاع لاتحاد طنجة، ثم جاءت بعد ذلك اليسارية من حمزة خبة التي وجدت الحارس بدر الدين بن عاش. أهولو للجهة اليسرى، اسماعيل مقدم مرفوع على انطلاقة من جانب بوركسوت، اعتماد على اليوم كجناح ايسر. هنا محاولة راسية اكتست طابع الخطورة بالطرف محمد سريدة في حدود الدقيقة 19 بعد عرضية على المقص من محمد بوركسوت. هنا التمرير من الجهة اليسرى، انطلاقة من محمد بوركسوت يختار العرضية على المقص، ثم راسية سريدة فوق مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. ردة الفعل من طرف الرجاء واتحاد طنجة، راسية خطيرة، جول في أول هدف رفقة الرجاء الرياضي في الدوري الاحترافي. حمزة خبة يسجل في حدود الدقيقة 28 من خلال كرة ثابتة استثمرت بعدها أفواه دفاعية. خبة يسكنها في شباك بدر الدين بن عاشور، يمنح الأفضلية لفائدة الرجاء الرياضي بعد الهدف. تابعوا الإعادة، لعبت هنا كرة يمينية بالراس. اللقطة الأولى إبعاد من بدر الدين بن عاشور، لقطة التمرير يسري بوسوق بطريقة جميلة، متابعة من جمال حركس، تصدي لبدر الدين بن عاشور، لكن القادم من الجهة اليمنى وحيدا طريقا يسدد حمزة خبة ليسجل على الهدف الأول لفريق الرجاء الرياضي. سوق يسري في تنفيذ الركلة الركنية، جو نفذ عبر القائمة الثاني، البحث عن الراسية، ارتقاء من طرف جمال حركس بالراس. هنا حمزة خبة وسوق في تنفيذ الركلة الركنية، جو نفذ مقوس، البحث عن الراسية، جول ومن غير المطرقة جمال حركس بالراس، وكانت المتابعة من حمزة خبة، لكن الثانية سددها بشكل مباشر في اتجاه مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. كانت بلمسة يسري بوسوق حمزة جمال حركس، حمزة خبة، والثاني هذا المرة مباشر على المقاس من جانب يسري بوسوق، يرتقي المطرقة جمال حركس بالراس، يسكنها في الشباك مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. أصبحت هدفين دون مقابل هيك من الوصول في مناسبة لمرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. هذه خطيرة ضاعت يا حسن يا سرايبي. طبعا الخطورة في آخر أنفاس الجولة الأولى. اتحاد طنجة كان بإمكانه أن يصل للشباك، كرة من محمد سبول، ارتقاء بالراس، هدية تقدم. الرجل يطلب من عناصر التقدم في مناطق اتحاد طنجة، تلعب بمقوسة، فرصة خطيرة، جول
الجول الثالث من حمزة خابة يسجل الثنائية الشخصية لحمزة خابة، والثالث للرجاء الرياضي، وذلك يقضي على أحلام اتحاد طرجة. وجاءت الثالثة كذلك من خلال كرة ثابتة، وهذه المرة عبر ضربة خطأ والتنفيذ من جانب يسري بوسوق. هنا سيتأكد الحكم هل كان اللاعب في وضع التسلل. هنا التنفيذ، إذا تنفيذ من جانب محمود بن تيك، واللي كان على المستوى التنفيذ استغل الكرة فريق الأخضر. وإلى كرة بابية من الجهة اليمنى العرضية، سريدا تسديدة خطيرة من الرجاء، تسديدة قوية والعارضة كلها لمحمد سريدا. الطريقة بطريقة كلمة يقال عنها طريقة عالمية، طريقة رائعة بفرصة. لو سجل هذا الهدف كان سيكون واحد من أجمل الأهداف التي تمثل ناس الرجاء الرياضي. والعالمي يقدم أجمل الصور التي تليق بقيمة الجماهير العالمية. صور استثنائية، صور عالمية، صور على الطريقة الرجوية. يختف من خلال الأضواء من جديد جمهور فريق الرجاء الرياضي. انطلقت المباراة على إيقاع الإبداعين جميلين سيتحدث الجميع عنهما خلال هذا الأسبوع، وتجي بعد ذلك الثالثة بهذا الشكل. أترك لكم هذه الأجواء السادة والسيدات. يشعل المركب الرياضي محمد الخامس طقوس خاصة، مباريات الدوري الوطني الاحترافي. هكذا الصور